مساء الفل عليكم في فنجان كورة جديد وتحليل واحدة من مباريات الدوري المصري، وهي مباراة النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري. تصنف واحدة من دربيات الدوري المصري. خلينا نتكلم عن كواليس المباراة. الأهلي بيبحث عن الصدارة وبيدور إن هو يستمر في المكاسب ليه، مع تنسيق طبعا حتة الأداء. إن هو كمان الأهلي بيزود فكرة إن هو بيحافظ على استمرارية إن هو ياخد 3 نقط من الماتشات في ظل التعديلات اللي بتحصل والتغييرات وتغيير المدرب مستر ياستروب الجديد، ولسه الاندماج ما بينه وما بين اللعيبة. حاجات كتيرة جدا جدا جدا، بس كان الأهم فكرة الحفاظ على استمرارية المكسب وتصدر الدوري. بالنسبة لنادي الاتحاد كان عايز يحافظ على فكرة الفوقان اللي حصلت له قبل التوقف الدولي، ويبتدي يرجع تاني للانتصارات، لأن طبعا حال الاتحاد السنة دي مش أفضل حاجة في المكاسب. طيب خلينا نخش على المباراة. لو هنسمي المباراة ونديها عنوان هنسميها بالنسبة لي المباراة المعادة والمشاكل المكررة. المباراة المعادة والمشاكل المكررة ازاي؟ هنخش في المباراة نبص لتشكيل النادي الأهلي، نفس التشكيل تقريبا اللي بيحصل كل ماتش الفترات الأخيرة. بقالنا كتير قوي على نفس التشكيل. طبعا لما بيحصل بقى غيابات أو إيقافات أو إصابات أو الكلام ده كله، بيكون التغيير بيحصل. ده التغيير في التشكيل، غير كده ما بيحصلش تغيير بشكل فني. هو بيحصل تغيير بس للإصابة أو للإيقاف. طبعا تشكيل: محمد شناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، كوكا في نص الملعب، مروان عطية قدامه بن رمضان وتريزيجيه، على الشمال في الوينج الشمال بن شرقي وينج اليمين زيزو، وقدامه جلاديشار المتواجد في التشكيلة الأساسية بسبب إصابة محمد شريف. طيب خلينا نقول المباراة المعادة والمشاكل المكررة في إيه؟ المشاكل المكررة إنك عندك باك شمال. هو مش باك شمال، هو لعيب وسط ملعب جيد جدا في وسط الملعب، بس هو سيء جدا أو مؤدي في الباك الشمال، ولكن ما بيقدرش يخدمك. ما تقدرش تتكلم على إن أنت عايز تستمر في الدوري بنفس فكرة وجود كوكا في الباك الشمال، أو تبحث عن فكرة إنك ترجع تاخد أفريقيا تاني في تنافس صعب جدا جدا، وظهور فرق بتنافس بشكل جديد ومعاها لعيبة ومعاها جهاز فني قوي جدا في اغلب الفرق اللي موجوده دلوقتي. باك شمال زي كوكا، هو لاعب وسط ملعب من اللعيبه القويه جدا، ولكن على مستوى الباك الشمال مش احسن حاجه. طيب لما تيجي تبص لنص الملعب، ان برضو انت بتلعب بمروان عطيه لوحده. اي فريق في الدنيا هيكون عنده كوره وبيعرف يستغل فكره انه يعرف يقطع منك الكوره ويطلع منها كويس، طبعا هيتفوق بفكره وجود مروان عطيه لوحده في نص الملعب. مروان عطيه من اللعيبه رقم 6 المميزين، بس في نفس الوقت لوحده مش كفايه. مش هيدافع لوحده. بالرمضان وتريزيجيه ما بيدافعوش بشكل كويس. طيب وجود الاتنين في التشكيل بالرمضان وتريزيجيه، انا بالنسبه لي في الوقت الحالي شايف ان هي تجربه مش احسن حاجه. اولا بالرمضان مستواه سيء جدا، والمباراه المعاده والمشاكل المكرره ان بالرمضان بيبتدي اساسي. تمام. طيب بالرمضان ماله؟ في واحد يقول لك الاستعداد الجاهزيه الطبيه والجاهزيه البدنيه والجاهزيه الفنيه. طب ما بيلعب مع المنتخب كويس. ليه احنا بننزل كل اللعيبه الجامده في اول الماتش؟ احتفظ باوراق على الدكه تستفاد منها. ليه بن رمضان مش في افضل حالته فقعده دكه ووصل له فكره، سواء بقى من ياستروب، من قبل منه عماد النحاس، من قبل منه ريبيرو. ليه ما يقعدش بن رمضان دكه؟ اي لعيب في الدنيا ينفع يقعد دكه، يفوق نفسه، يفهم ان المكان ده مش مضمون. رمضان بيواصل فكره ان هو اداؤه سيء. لما تيجي تبص لتريزيجيه، ما زال تريزيجيه برضه ما بيقدمش افضل حاجه. لما نكون نبص على تريزيجيه وبن شرقي هنلاقي ان تريزيجيه وبن شرقي هم عاملين زحمه على الفاضي. هو الاتنين مع بعض معطلين بعض. لا بن شرقي بيوجد المساحات اللي يعرف يرقص فيها بسبب ان تريزيجيه معاه في نفس الناحيه، لان تريزيجيه ما بياخدش تعليمات او ما بينفذش التعليمات. لانه حاجه من الاتنين: هو يا ما بياخدش تعليمات يا ما ينفذش التعليمات. انه يدخل للعمق ويسيب بن شرقي يستخدم مهارته فيطلع تريزيجيه، زي ما حصل النهارده الكره اللي جت في العرض، ان بن شرقي استخدم مهارته فطلع الكره لبره لتريزيجيه، حط تريزيجيه الكره ارتو جت في العارضه. الموضوع سهل يعني، الموضوع ما فيهوش فيه حاجه خالص عشان نقدر نحس ان الموضوع صعب. فوجود بن شرقي وتريزيجيه مش خادم الفرقه. طيب النهارده جلاديشار بيثبت وما زال بيثبت ان هو لما اجي الاهلي اول ما اجي جاب له 4 5 تجوان وبتاع، بس ما فيش استمراريه. وانا فريق مش فكره ان انا هعرف اصبر على حد. ما فيش فكره ان انا ينفع اصبر على حد.
انت عندك مشاكل للاسف، هي مشاكل انت بتزق في المشاكل ان هي تفضل يعني ايه ملصم فيها لحد يناير. لان انت لحد من هنا لحد يناير التنظيمه اللي انت بتعملها ان انت تصعد الدور التمهيدي ودور كمان في دوري الابطال، انك تحافظ انك بتفضل كده تكسب كام ماتش، لعيب بقى نص ملعب يجيب جون، لعيب مدافع يطلع في ركنيه، الكلام ده كله انت بتلصم في الكلام ده كله لحد ايه، لحد يناير، عشان انت محتاج مهاجم، محتاج باك شمال، ومحتاج مدافع. عشان النهارده ياسر ابراهيم في المشاكل المقرره والمباراه المعاده، ياسر ابراهيم وهو انا بالنسبه لي من افضل المدافعين اللي جم في اخر فتره للاهلي، مش بس عشان هو مدافع كويس، كمان عشان عنده روح وقلب واتعامل كقائد للفريق من غير ما يكون في شهر على كتفه. ولكن خلينا اقول لك ان ياسر ابراهيم عنده مشكله هي مستمره، ايه هي؟ انه دايما والكوره في الهجمه المرتده على الاهلي عينه على الكوره مش عينه على المهاجم اللي معاه. فالمهاجم بيقطع، الكوره بتتلعب، المهاجم بيقطع قبل تفكيرك انك تبتدي تتحرك للكوره، المهاجم بيقطع فبيستغل فالمهاجم بيجيب جون. وحصلت مع ياسر ابراهيم اكتر من مره. ياسين مرعي مشاكل المقرره في ان هو كلاعب تمام، مدافع كويس جدا، مدافع مبشر، ما وصلش للليفل اللي احنا بنحلم بيه كأهلاوية او اي حد بيتفرج على مدافع يصنف انه مدافع سوبر ستار، هو لسه ما وصلوش، هو لسه بعيد عن ان هو يوصل لده. هو مدافع كويس وهو مبشر، ولكن هو بالنسبة له عنده مشكلة ان هو بيطول في اتخاذ القرار، فممكن اي مهاجم ذكي يقطع كرة ويستغلها ويخطف منه جون او يلبسه ضربة جزاء، يعني بلغة الكرة يلبسه ضربة جزاء، اللي هو يخليه يغلط غلطة يتأثر عليه يشيل ضربة جزاء. طب ليه؟ طيب بتتكلم في مشاكل مباراة معادة ومشاكل مكررة، النهارده ما ينفعش تقول فيه لعيب هو لعيب كان كويس في الأهلي أو أفضل لعيب في المباراة هو لعيب من الأهلي، لا، مفيش لعيب من الأهلي يستاهل إنه أفضل مباراة، باستثناء شوية بن شرقي الشوط الأول. الشوط الأول كان جيد جدا 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 جدا، جاب جون وكان عامل تأثير وكان عامل أداء عالي جدا جدا الشوط الأول، ولكن مستواه نزل الشوط التاني. ما نزلش ان هو يتغير، ان هو ما كنتش اول التغييرات، يعني لو تغير، لا تغير مروان عطيه اللي ما كانش افضل حاجه واخد انذار، تغير كوكا، تغير بن رمضان، تغير تريزيجيه، انك تروح تغير بن شرقي برضه وتبقى من اول التغييرات على المشاكل المكرره والمباراه المعاده، ان بتطلع اللعيب اللي فايق وتسيب اللعيب اللي مش فايق. يا جماعه عمرها ما مشيت في النادي الاهلي بفكره الاسامي اللي مين تقدر عليه فهتخرجه، لا، بن رمضان وحش يخرج، فينزل ديانج وتحافظ على نص ملعبك. انت النهارده لما جبت الجون الاولاني تمام لبن شرقي، والفريق النهارده اللي قدامك ابتدى يهاجمك، ابتدى يبقى فيه فرص خطيره، الشناوي شال كره صعبه جدا، بعد كده كملها له ياسر شالها، كمل بعد كده ياسين مرعي وشالها. فانت النهارده لقيت الفريق بتاعك بيتضغط، كملت الشوط والنتيجه 1-0، ولقيت اللعيب بتاعك بن رمضان او تريزيجيه مش في افضل حالاته، انزل لعيب نص ملعب أسيطر على المباراة وأسيطر على نص الملعب وأطلع بشكل يريح فرقتي ويريح الناس اللي قدام. تمام، لقيت إن برضو ما زلنا مصرين على إحنا نكمل زي ما إحنا لحد ما جت ضربة الجزاء اللي اتحسبت للأهلي، الجون اللي جابها زيزو. ضربة الجزاء دي يعني في ظل تأخير التأخيرات وسيطرة الاتحاد، أنا عايز أقول لك إن الاتحاد على مستوى الماتش أكتر فرص وأخطر فرص، يعني هو ممكن يكون اكتر فرص بس فرص مش مؤثر مش جامده قوي، لا ده هو انفرادات وكور في السكس ياردة. فان هو النهارده انت بالنسبه لك ان انت النهارده انت شايف الاهلي اداؤه سيء، مش متوسط، هو سيء جدا. فهو الموضوع بالنسبه لك مش مجرد المكسب، انا لو بنحلل مع بعض عشان اجي اقول لك ان الاهلي كسب مبروك ويلا وهي والكلام ده، لا، انا اقول لك عشان انا لو انت كسبان هقول لك المشاكل عشان تحلل مع بعض ونبقى في مصداقيه في الشرح مع بعض. فهو ده اللي حصل النهارده. لما تيجي تبص في التغييرات، حتى اللعيبه اللي نازله مش فايقه، طاهر مش فايق، عمر كمال مش فايق، اللعيبه مش عايزه تثبت نفسها للمدرب الجديد، في مشكله، في حاجه مش مظبوطه، فدايما في حاجه غلط. لازم المدرب ياخد وقته، وهياخد وقته في السيطرة على الفريق، ياخد وقته في انه يبتدي يفوق لعيبه زي ما حصل مع بن شرقي، اكيد ده تفويق مدرب، وان هو النهارده حتى كان في المؤتمر بيتكلم ان هو بيقعد قعدات مع اللعيبه وبيتكلم معاهم. تمام، يبقى بن شرقي من اول لعيب ابتدى يظهر النهارده، ظهوره في حته الكوره الثابته، ان زيزو بقى مسؤول عن الكوره الثابته كلها، من ضربات الجزاء الكوره الثابته، مفيش بقى الزحمه اللي كانت بتحصل واحنا بنشتكي منها في الفيديوهات اللي قبل كده في فنجان كوره، وان احنا يعني نلاقي لعيبه ثلاث اربع لعيبه، لا زيزو بيروح للكوره وبيلعبها تمام جدا، يعني الموضوع منظم، فدي تدخلات مدرب كويسه جدا.
طيب لما تيجي النهارده تبص لأحسن لاعب في المباراة، محمد التوني، لعيب نص الملعب، لعيب هايل، لعيب قوي جدا، لعيب مميز، لعيب ذكي، لعيب عنده ثقة في نفسه إنه يحط رجله على الكورة وما يقلقش من ضغط اللعيبة عليه. وكان في كور في اتنين لعيبة الأهلي كانوا بيضغطوا عليه وكان بيطلع نفسه بالكورة، أنا شايفه من أفضل اللعيبة. كنت شايف أبو بكر اليادي اللي كان بيلعب ناحية كوكا، كان فاتح شارع باسمه في الناحية دي، فعلا كان مميز جدا جدا جدا. كنت شايف ان فيفور اكم اللي هو الفيرود بتاع او الوينج بتاع الاتحاد، لو كان موفق النهارده كان يقدر الاتحاد في الشوط الاول يكون متعادل وممكن يكون كان متقدم كمان. الفكره ان النهارده ان الاهلي النهارده هو كسب بن شرقي فوقانه في الشوط الاول، ضربه الجزاء اللي حصلت في الشوط التاني. غير كده الاهلي فرصه قليله جدا، الاهلي كانش افضل حاجه، الاهلي محتاج تركيز عالي جدا، محتاج اللعيبه تفوق من الناحيه البدنيه، من الناحيه الفنيه، تركز ان انت هتقابل منافسين مش هينفع تغلط معاهم الاخطاء اللي موجوده النهارده. يمكن لو تلاحظ ان احنا في التحليل النهارده ما عندناش كلام جديد نقوله، لان هي مشاكل مكرره في مباراه معاده للنادي الاهلي. أتمنى من كل الناس اللي موجودة داخل النادي في منظومة الكورة تركز على فكرة معالجة المشاكل. معالجة المشاكل لازم اللعيبة النهاردة تبص لفكرة، إحنا مش بس بيهمنا إن الأهلي يكسب، إحنا بيهمنا شكل النادي، شكل الفريق، هيبة الفريق، هيبة الأهلي دي بتكسبك ماتشات كتيرة جدا. الفرق اللي بتتفرج عليك سواء مصرية أو في أفريقيا، في المباريات الأفريقية تتفرج عليك، الهيبه دي لما بتتكسر، ودي واحده من اكتر الحاجات اللي كانت بتميز الاهلي في ماتشات الاهلي بيكسبها وبيدخل فيها ابر هاند، او هو اليد العليا، او ان هو مسيطر، او ان هو هيكسب الماتش ده بسبب اللي بيوريه للفرق في الماتشات اللي قبل الماتش اللي هيلعبهم فيه. فانك فكره ان اللي بيحصل ان الاهلي ما كانش افضل حاجه، في مشاكل كتيره جدا، تمام، في مشاكل محتاجه تصبر عليها او محتاج تشتغل عليها. رجوع محمد شكري النهارده من المكاسب، مكاسب قوية جدا. رجوع محمد شكري بتفرق، بيبان يا جماعة، بيبان باك عارف مكانه، عارف يزيد امتى، عارف يقف امتى، عارف يغطي امتى، عارف يعمل فاول امتى، حتته فاهمها. ربنا يحميه من شر الإصابات، بس برضه محمد شكري لوحده مش كفاية. ما بتستفدش من مصطفى العش ليه؟ أنا مش عارف. كنت ممكن النهاردة تقدر تعمل تغييرة واللعيب معاك على الدكة، مصطفى العش ينزل يلعب باك، وكوكا يلعب مكان مروان عطية. كان الموضوع ممكن يبقى كوكا يلعب جنب مروان عطية والاتنين يساعدوا بعض. أنا مش قادر أحكم على المدرب في الوقت الحالي لأن لسه واضح إن التدخلات المصرية ودخلات عادل مصطفى مش اللي هي مش وحشة، بس اللعيبة مش مساعداه، وفي نفس الوقت لسه المدرب عنده شغل كتير جدا. أتمنى كل التوفيق للأهلي، مبروك لجماهير الأهلي الفوز النهاردة، فوز الغير مرضي، مباراة معادة ومشاكل مكررة. نتقابل في فنجان كرة جديد لتحليل واحدة من مباريات النادي الأهلي. شكرا لك.